طب بقول لك ايه، خد اقول لك على حاجه، عايز اصرحك بحاجه كده. عايز اقول لك ان انا بصور اصلا ايه يا عم؟ هنا اهو، التليفون اهو، وانا بصور اصلا، وانت بجد راجل محترم، ربنا يخليك يا صاحبي. راجل زي العسل. برضه انت وربنا يرزقك يا عم في الحاجه اللي انت بتشتغل فيها دي. ربنا يخليك يا صاحبي. الشغل مش برضه عيب. انت زي اخويا برضه، لازم انا زي ما احنا اخوات برضه لازم برضه احس ببعض. الله يبارك لك يا عم. ربنا يخليك يا صاحبي. انور تعال كده، وانت عشان راجل محترم ربنا يخليك يا صاحبي. انا هعمل معاك مسابقه لطيفه، هعمل معاك مسابقه حلوه، وهسالك سؤال، ولو جاوبت على السؤال ده هتكسب معانا. انا مش هسالك سؤال سهل، انا هسالك سؤال في الدين، يا رب تكون عارفه. ما هو خاتم الانبياء؟ سيدنا محمد. عليه افضل الصلاه والسلام. الف الف مبروك يا عم، اجابه صح. الراجل ده محترم والله يا جدعان. تسلم يا صاحبي. يا عم وانت كسبت الجائزه، وانا قررت ان انا ادخل اكسبك عشان انت طلعت راجل محترم تسلم يا معانا. صاحبي. طلعتش زي الناس اللي طلعك يا صاحبي. الله يخليك يعني. اهم حاجه بس الناس اللي مثلا لو حد شافك بتاع عايز يقف جنبك يلاقيك فين؟ انا صاحبي بص بمشي بلم خردة، انا معروف هنا اصلا في المنصورة. قاعد هنا بقالي 7 سنين. بشتغل في الخردة، بطوع عربيات، بكني السلالم، كل حاجة شغال. الله يبارك لك يا عم ويرزقك. ويا عم انا هخليك تقول رقمك للناس. انا والله معكش مش فلوسي، مش بصرف منهم الا على قد اكل بس. يعني انت معكش تليفون، معكش اي رقم شغال؟ لا والله العظيم. طب اللي يلاقيك فين طيب؟ انا بلف هنا في المنصورة، يعني اكتريتي في حي الجامعة. خلاص يا جماعه، اهل المنصوره لو شافوا الراجل المحترم ده في حي الجامعه يا ريت يقفوا جنبه. حبيب قلبي يعني، مش محتاج اي حاجه. فرصه سعيده يا حبيبي، السلام عليكم.